بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول ما نبدأ إن شاء الله بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. وأشكركم جدا 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 على وقفتكم معايا ودعمكم ليا. والنهارده برضو ايه، حبيت اقول لكم هنتغدى ايه. هنعمل كفتة يعني بيتي كده جميلة، وهتبقى بطعم كفتة الحاتي وكل حاجة، وهنزودها بحاجات عندنا في البيت وفي التلاجة. عندك جزر، عندك فلفل، بصل، بطاطسية مسلوقة مهروسة، بقدونس، رغيف بايت. عندي رغيف بايت اهو برضو هنبله وجربي الكفتة دي، هتبقى هشة وجميلة وهتعجبك جدا جدا وهتعجب أطفالك جدا يعني لو عملتيها هيقولوا لك ايه، عايزين منها على طول. اهم شيء يعني سيبك من كل ده، يعني اهم شيء ان انت ايه، هتزودي الكمية. يعني بدل ما تعملي نص كيلو هيبقى كيلو او كيلو الا ربع. ماشي يا حبايبي. فاحنا هنشوف بقى هنشتغل ازاي ان شاء الله. هوريك واحدة واحدة كده معايا وايه، وهنعملها بطريقة جديدة كده هتعجبكم جدا. اول حاجة هنعملها يا حبايبي، هنقطع الرغيف ده وننقعه في شوية مية. يعني ايه يعني، عبال ما نحضر الحاجة بس، يعني مفيش 10 دقايق يعني. مية باردة عادي من الحنفية يعني. ماشي يا حبايبي، كده هنبله وهنجيب الكبة بقى وهنفرم الحاجات دي كلها، وهنشوفها طبعا مع بعض خطوة بخطوة زي ما احنا شايفين بقى كده. هنعمل ايه، هنركنها بقى دي على جنب شوية. ودي البطاطسية المسلوقة برضو ايه، يعني ممكن تحطي بطاطستين 3، بس بصراحة يعني انتي ممكن تحطي بطاطستين 3، دي واحدة بس. انا حبيت يعني طعم اللحمة كده فيها، بحب طعم الكفتة يعني ما يبقاش عليها حاجات كتير. قلت الرغيف ببطاطساية تانية فكده كفاية تمام يعني. فانت عايزة تزودي زودي، هتبقى اقتصادية اكتر. طبعا دول بصلتين حلوين يعني، هنفرمهم. طبعا انتوا عارفين الكبة دي كبيرة يعني، خدت البصلتين، وهنفرمهم مع بعض زي ما احنا شايفين كده. يعني افرميهم فرم عادي، يعني ما تنعميش ولا حاجة، لان كل الحاجات دي هنفرمها تاني يعني مع اللحمة وكله، هنفرمها تاني ايه في الكب. هنحط بقى ايه دلوقتي، هنحط الجزر والفلفل، ولو عايزة فلفل مشطشط هتحطي فلفل احمر بتاع، يعني اي حاجة من هريسة شطة. بس هنا في اطفال هتاكل، فانا حطيت فلفل ولا حامي ولا بارد، يعني معتدل كده. هنفرمه برضو. بصي الكبة التحفة دي، منزلاه مفرفر ازاي، يعني مش معجن، لا جميل. وهي جزراية واحدة برضو، انت عايزة تزودي زودي. الحقيقة كانت كفتة جميلة والله وكانت زي العسل. هنعمل ايه، هنفتح طبعا اللحمة ونحطها بالشكل ده، نص كيلو كله. هنحط عليه البطاطساية زي ما انا وريتكم. هي بطاطساية بس، لكن ممكن تحطي اكتر. يعني ممكن البطاطساية دي على ربع كيلو لحمة عاملة نص، حطي 2. بس انا عشان هحط رغيف فقلت ايه، كفاية عشان ما تبقاش كلها بطاطس. ولو ان انا جربتها بعد كده يعني حطيت بطاطستين كانت جميلة برضو. يعني لازم برضو تعملي حاجات اقتصادية، الدنيا غالية واللحمة غالية، ولازم توفري في بيتك وتدبري. هنعمل ايه،
ربنا يعيننا يا رب، واحنا في اختبار من ربنا، وطبعا احنا قده. يعني ربنا بيقول في القرآن، يعني لما يلاقي الناس اتغاضت، يعني افترت كده او عملت حاجة، او بياعين مثلا بيعملوا في الناس، بيخنقوا فيهم. فده في القرآن، يعني ده كله علينا، يعني هو بيغلي علينا هيلاقي حد بيغلي عليه. وربنا قال ونقسم من الأموال والثمرات من أنفسنا. يا جماعة كل ده من أنفسنا والله. هنحط معلقة بيكنج باودر، بس المعلقة دي صغيرة، أنا حطيت معلقتين من البلاستيك دي، وحطيت الرغيف، وحطيت البطاطس، وحطيت كل الخليط والبهارات، كل اللي انتوا شفتوه ده. هنرجع بقى في الكبة كده تديها، بدل ما تقعدي تعجني، يعني بما ان الكبة بره، فبالمرة استغليها يعني. اما بصي نعمتها كمان وخليتها جميلة. بس وهتصبعيها بقى زي ما انت عايزة. بس الاول في تكاية كده هقولك عليها. هنعملها، بدل ما تعملي كفتة وتولعي فحم وتحطيها فيها، لا، حطي الفحم عليها وهي نية، هتستجيب اكتر معاكي في الطعم. يعني انت هتلاقي ايه، هتلاقي طعمها مختلف فعلا، عشان هما بتوع كفتة الحاتي هما بيعملوا كده، بيعملوا وهي نية، وياخد حتى بيشويها على النار، على على الجريل كده عنده كده، خلاص هي متشربة طعم الفحم وهي نية. فدي تكاية كده قلت اقول لكم عليها. فحطة ورقة ألمونيوم وحتة زبدة، وهنحط الفحم عليها. دي بقى هتخلي ايه، وانا بصبحها كده كانت ايه، ريحتها كلها كفتة الحياتي. تغطيها، بس تغطيها كويس كده يعني جدا، وبقماشة كمان او فوطة مطبخ بس. وعملناها كده صوابع كده زي ما انت، والله عملت كمية كبيرة زي ما انتوا شايفين كده، وخفيفة وهشة وجميل. هنحطها بقى على الجريل برضو عندنا زي ما احنا شايفين برضو كده. هي ما بتاخدش وقت. والغدا هو يا حبايب قلبي، بصوا بطاطس محمرة، طحينة وسلطة وشوربة وعيش بكاكين، ده اللي انتوا عارفينه، ده الفلاحي، ممكن تحطي تحشي الأطفال فيه. بس كده يا حبايبي، يا رب يكون غدانا عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.